السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا الجاتوه الاقتصادي 18 قطعة جاتوه، 3 بيضات وكوبايتين دقيق، وهتفرحي العيال واصحاب العيال كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا معايا 3 بيضات، وهنضيف ليهم كوباية سكر، وهنضربهم ضربة حلوة كده، ضربة مريحة، السكر مع البيض. خلاص السكر هيدوب معانا كده ويفتح اللون كده، خلاص كده هنحط 2 باكت من الفانيليا، وكوباية لبن، ونص كوباية زيت. كده المكونات السائلة خلاص خلصت معايا. هنضيف نص كوباية الزيت وبس كده، ضربة خفيفة كده. انا خلاص الاهم حاجة السكر داب معايا. طبعا المكونات الجافة: كوبايتين دقيق ونص كوباية كاكاو، هنقلبهم تقليبة حلوة لحد ما الكاكاو كده يختفي مع الدقيق. يبقى كده كوبايتين دقيق ونص كوباية كاكاو. هنضيف ليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. هنقلب البيكنج باودر والملح، رشة بسيطة من الملح بس. هنقلبهم كده مع بعض علشان البيكنج باودر يتقلب مع الدقيق. وبس كده. هنجيب المكونات اللي احنا خلطينها مع بعض كده، وهنضيف ليها الدقيق بس. هننخله. هنجيب مصفى كده، وهنقلب كده، وهنجيب باقي الكمية وهنقلبها. بصوا كده، ابسط طريقة للكيكة في 5 دقايق احنا عملناها، سهلة وبسيطة وسريعة. انا دهنة الصاج كده سمنة ورشة كاكاو. يبقى كده انا مبطنة الصاج بتاعي برشة كاكاو والسمنة. دهنت السمنة ورشة كاكاو على الصاج بس كده. وبس كده انا مشغلة الفرن. بصوا كده بعد 25 دقيقة على درجة حرارة متوسطة، انا طلعت الصاج بتاعي كده، وكمان الكيكه ارتفعت معايا فوق الخيال. بصراحه ما كنتش متوقعه بالجمال ده. هنجيب كوبايه لبن، ونضيفها للكيكه بتاعتنا. بصوا، دقيقه واحده شربتها الكيكه، دليل على نجاحها. وبصراحه حجمها اتضاعف معايا لحد ما ملت الصاج. وديها اتشربت. طبعا هنعمل الخطوه الثانيه. لحد هنا هي تحفه. طبعا معايا كوبايتين من الكريم شانتيه، ناقصه معلقه الكوبايه الثانيه. طبعا الكريم شانتيه يا جماعه بصراحه في انواع كتير منه. في انواع بتسيح ما بتاخدش كوبايتين الكريم شانتيه كوبايتين ميه. لا بصراحه انواع ممكن تكون متضاف عليها سكر، فعشان كده لما انت تضيفي كوبايتين الميه للسقعه تبقى تسيح معايا. فانا هنضيف كوبايه في الاول، وبعد كده شويه شويه على حسب الكريمه معايا. هنضيف نص كوبايه سكر، وهنقلب كده، ولو عوزت ميه هنحط. لان انواع الكريمه بصراحه مش كلها واحد. هيبقى كده متضاف عليها سكر بصراحه. فعلشان كده لما نضيف كوبايه الكريم شانتيه عليها كوبايه ميه ساقعه هتسيح معايا.
فعشان كده هنبتدي احنا هنحط نص الكمية، يعني كوباية الكريم شانتيه هنحط لها نص كوباية مية ساقعة. لو حسيت الكريمة متماسكة قوي معايا طبعا هنخفف بشوية مية، بس اهم حاجة نبتدي بنص الكمية، نص كمية المية، وبعد كده نزيد واحدة واحدة. انا خلاص عملت الكريم شانتيه معايا وضفت ليه نص كوبايه من الكاكاو. يبقى كده وانا هضرب الكريم شانتيه نص كوبايه كاكاو عليه. هنفردها كده على الكيكه بتاعتنا وهنحطها في التلاجة لحد ما نعمل الصوص الشوكولاته الرهيب اللي احنا هنعمله. نص كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه لبن، انا بحب امي. ونص كوبايه زيت. انا بحب امي. وهنقلبهم كده تقليبه حلوه علشان السكر يدوب معايا على البارد. هنقلب كده على البارد السكر والكاكاو والزيت واللبن. هنرفع الصوص الرهيب ده على النار. لا انا بحب ابويا وامي. بص لحد ما يبكرت كده معايا، بس ما نخليش اكتر من كده. هننزله كده لحد ما انا بحب امي. هنحطه في التلاجة لحد ما يبرد كده 10 دقايق ربع ساعة. بحب انا خلاص هنحطه في التلاجة بحب معايا. أبويا. هنجيب الكيكة الرهيبة أنا بتاعتنا أحب دي، أبويا هنحط عليها صوص وأمي. الشوكولاتة الطبقة أنا الثالثة دي بحب أمي وأبويا. الرهيبة، وهنفردها كده أنا بكل أحب الصاج. أمي وأبويا. هنوزعها كده بالراحة بالسباتولا. أنا بحب أبويا. أنا بحب أبويا. بالراحة واحدة واحدة كده ونفردها على الكيكة. أنا بحب. طبعا وهنحطها في التلاجة لمدة ساعتين 3 كده علشان تتماسك معايا. انا قطعتها تقطيعة كده على كدي. اختكم كده مش يعني ايه في التقطيع، مش ولا بد. وبصوا الجمال، تحفة 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 بصراحة. طبعا لو وصلتوا لحد هنا واستفدتوا بأي معلومة، أتمنى طبعا منكم اللايك الجميل علشان غيركم يستفيد. وأنا أم بلال ودي قناتي طبعا، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا الوصفات اللي بنزلها. وإن شاء الله هنزل وصفات هتعجبكم إن شاء الله. اتمنى تجربوا الجاتو الاقتصادي ده وتفرحي عيالك بيه. والكيكه بصراحه رهيبه رهيبه رهيبه، وحجمها زي ما انتوا شفتوا كده من 3 بيضات الضعف وملت الصاج بتاعي. وبصوا جمالها، تحفه تحفه تحفه. طبعا لو عايزين انتوا تزينوها باي فواكه، اي التزيين ده حسب الرغبه بصراحه. هشه وجميله، وبصوا جمالها. طبعا احسن من بره بكتير بكتير بكتير. والحاجة انت هتبقي عاملاها في البيت لها فرحة تاني بصراحة. طبعا انا كان عندي حبة كريمة كده اللي زايدة كده، حطيت عليها معلقة كاكاو وكملت بيها تزيين بسيط كده.